بس دلوقتي صور فيديو نطلع لايف. نطلع لايف. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة، طريق الهزيمة يتيم لكن طريق النجاح ليه 1000 أب. أنا مش فاهم إزاي شاب في سنك عنده 25 سنة ولسه ما عملش أول 1,000,000 جنيه. مش مكسوف من نفسك؟ أنت لسه بتستلف في نص الشهر، بتاخد مصروف من أبوك وأنت عندك 18 سنة. والله عيب. لازم يبقى عندك المهارات اللي تخليك سيلز شاطر، تقدر تبيع أي منتج مهما كانت قيمته. خش في الريل استيت، ده من اهم المجالات اللي ممكن تخليك تعمل فلوس كتير. لازم تبدأ البيزنس بتاعك دلوقتي. احنا مش واخدين بالنا من كارثة يا جماعة، كارثة بكل المقاييس. انت لسه بتشتغل من 9 ل5، هتفضل طول عمرك موظف وعمرك ما هتعمل فلوس. اسمع مني بقى، نام 3 ساعات بس في اليوم. اللي عايز ينجح لازم يشتغل طول الوقت، ما عندوش حاجة اسمها راحة ولا فشل. انا هوصل يعني هوصل، مفيش حاجة اسمها ظروف، ده وهم. انت اللي بتخلق الظروف. Don't die before your death. بصوا بقى، انا بصور الفيديو ده في مكان عادي يعني، مش عايز احبطكم، مش عايز حتى اصور في الجنينة بتاعت الفيلا بتاعتي عشان محدش يتخض من المنظر. لكن انا حاليا بقيت في حتة تانية خالص. اتمنى لكم التوفيق وان انتوا كمان توصلوا لنفس الحتة اللي انا فيها دي. ما تنسوش اللي حابب يحضر المحاضرة الجاية عن ازاي تعمل 1,000,000 في سن ال20 في قاعة سنتر النجاح، يحجز بقى من اللينك في الديسكريبشن. اشوفكم هناك. ها، ايه رأيك يا عمرو؟ قول لي رأيك بصراحة. عم التنمية البشرية والله. لا 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 بجد، محبش الكذب والحاجات دي. يا باشا اراهنك الفيديو ده 100,000 فيو وبقول عمرو قال يا ريت يسمع من بوقك ربنا يا عمرو والله. انت عارف انا لحد دلوقتي مش عارف اطلع 1000 جنيه من القناة. طب بقول لك يا ريس، ما تفكر تشتري كده متابعين؟ ما عنديش بادجت.